تخيل يبقى معاك سينيور ديفلوبر 24 ساعه في اليوم، تساله يشرح لك الكونسبت اللي واقف معاك، يراجع الكود ويقترح لك طرق واسئله تذاكر بيها ومن غير ما تدفع جنيه واحد. اللي بيلعب الدور ده دلوقتي مش انسان، دي ادوات الاي اي اللي معاك على الموبايل واللابتوب، بس اغلب الناس بتستخدمها غلط. السلام عليكم، انا طارق العبد، وهنا بنسهل عليك طريق اول شغلانه برمجه. في الفيديو ده انا مش هقول لك بس استخدم تشات جي بي تي او اي تول وخلاص، احنا هنمشي خطوه بخطوه ازاي تخلي الاي اي يفهم انت مين ومستواك ايه، يساعدك تذاكر بشكل منظم كل يوم، يراجع الكود معاك بدل ما يحل بدالك، ويشتغل معاك في الديباج والانترفيوز والكارير عموما من غير اشتراك مدفوع ومن غير ما يحولك لفايب كودر. المهم عندي في الفيديو ده حاجتين: تفهم ازاي تستخدم الاي اي كمنتور يعلمك مش كحد بيحل مكانك، وتطلع في الاخر بخطوات واضحه تقدر تطبقها من دلوقتي في روتينك اليومي. فلو انت بتذاكر برمجه لوحدك او حتى شغال بس حاسس انك محتاج حد اتقل منك يرشدك، كمل معايا لاخر الفيديو عشان هنحول الاي اي من مجرد شات بتساله سؤالين وتسيبه لمنتور يومي ما يفرقكش. اول غلطه في استخدام الاي اي انك تعامله كمكنه اجابات مش كمنتور. طيب ايه الفرق؟ المنتور الحقيقي مش شغلته يقول لك الحل هو ده وخلاص. المنتور بيفهم انت فين دلوقتي، عايز تروح فين، ويساعدك تتعلم تفكر مش بس تحفظ الاجابه. نفس الفكره صديقي مع الاي اي، لو كل استخدامك ليه هو حل لي السؤال ده، اكتب لي الكود اللي بيعمل ده، انت كده بتستخدمه كآلة حل واجبات. لكن كاي اي منتور شغله يبقى كده، مثلا يشرح لك الفكره اللي ورا الحل، يوريك طريقه تانية تفكر بيها، يسالك هو سؤال يتاكد انك فهمت مش بس نسخت. مثال بسيط: الاستخدام الغلط انك تقول له حل السؤال ده في دارت، خلاص خدت الحل ومشيت، ده غلط. بعد اسبوع نفس النوع من السؤال ترجع تساله تاني. اما الطريقه الصح: حل السؤال ده في دارت، اشرح لي الفكره الاساسيه ورا الحل ووريني طريقه تانية ممكن نحل بيها، واسالني سؤال بسيط تتاكد اني فهمت. هنا ايه اللي حصل؟ اخدت حل وشرح ومقارنه وتطبيق عليك انت، يعني نفس الاداه بس طريقه استخدام مختلفه تماما. خد كده بقى شويه امثله سريعه على الفرق. بدل اكتب لي فانكشن تعمل كذا، خليها اقترح لي فانكشن تعمل كذا، وبعدين اشرح لي كل جزء فيها، وبعدين اديني نسخه ناقصه سطر او شرط وخليني انا اللي اكمله. او بدل مثلا اشرح لي او بي، خليها انا فاهم فاريبلز وفانكشنز بس تايه في فكره الاو بي والمصطلحات اللي فيها، اشرح لي الفكره الاساسيه في 5 ل 7 سطور، وبعدين اسالني سؤال واحد تتاكد ان استوعب. شايف الفكره؟ انت كده بتستخدم نفس الاي اي بس مره كانه موظف شغال عندك، ومره كانه سينيور ماسكك ويتاكد انك بتتقدم. اول ما تغير نظرتك من هات الاجابه لعلمني ومشيني خطوه زياده في الفهم، هتكتشف ان نفس الاداه المجانيه اللي معاك دلوقتي تقدر تبقى قريبه جدا من منتور حقيقي يساعدك تكبر كل يوم. لو كل مره بتكلم الاي اي في شات جديد، فانت حرفيا بترمي تاريخك في الزباله كل مره. انت مش محتاج اداه جديده، انت محتاج علاقه منظمه مع نفس الاداه. خليني اقول لك ازاي. رقم واحد: ثبت لك شويه شاتس، بلاش فوضى. بدل ما تفتح 50 شات بعنوان نيو شات، اعمل 3 شاتس ثابته واشتغل عليهم دايما. شات التعلم اللي هو الليرنينج اند بيسكس، اساسيات بقى البرمجه، مفاهيم بتذاكرها، او بي اسynchronous اي بي ايز، اسئله من الكورسات. تاني شات اللي هو الكود والمشاريع، ده بقى فيه الباجز والفيتشرز والريفاكتور واي كود شغال عليه الفتره دي. تالت شات الكارير، انجلش بقى، انترفيوز، سي في، كارير، لينكد ان، اسئله بقى اتش ار انترفيوز، تكنيكال انترفيوز، عايز تحسن الانجليزي، الايميلات، الكلام ده كله. ممكن بعدين تزود شات رابع لحاجه محدده زي فلاتر مثلا، بس كبدايه الثلاثه دول كفايه جدا. الفكره ان كل شات يبقى ليه شخصيه وهدف، مش كل مره تبدا من اول وجديد. تاني حاجه تعملها: اول رساله بتكون تعارف. خلي اول رساله دي تعريف بنفسك وبالهدف. جاوب له على 3 حاجات: انت مين ومستواك ايه؟ انا طالب بقى خريج جديد شغال جونيور. مستواي في البرمجه لسه ببدا، فاهم الاساسيات، لا جونيور شغال. كمان ايه هدفك في الشهرين الجايين؟ عايز اخلص اساسيات فلاتر وابني ابلكيشن بسيط، عايز اظبط الداتا ستراكشرز عشان الانترفيوهات. تحب يشرح لك ازاي؟ امثله بسيطه، تشبيهات، كود مع كومنت بالعربي، او اختبارات صغيره في الاخر مثلا. رقم 3: اعمل تمبلت جاهز لاول رساله. ده مثال تقدر تعدله وتحطه كاول رساله في شات التعلم: انا اسمي كذا، دلوقتي انا في مستوى كذا، لسه ببدا في البرمجه، او جونيور مثلا، عندي اساسيات. اللغات اللي مركز عليها دلوقتي وليكن دارت وفلاتر وشويه اساسيات او بي وديتا ستراكشرز. هدفي الكام شهر الجايين دول اخلص اساسيات اللغه واحل مسائل بروبلم سولفنج كتير، وابقى عديت اول خطوات التاسيس. طريقه الشرح اللي بتريحني: امثله بسيطه، شرح مختصر 5 ل 7 سطور مع كود فيه تعليقات بالعربي. اعتبر نفسك منتور معايا، كل ما تحس اني تايه اسالني سؤال بسيط تتاكد اني فهمت قبل ما اكمل. وفي شات الكود قول له ده الشات اللي هسالك فيه عن الباجز، الريفاكتور، حلول لمشاكل في مشاريع. اعتبر ان اي كود ببعته هنا من نفس المشروع اللي شغال عليه دلوقتي. وفي شات الكارير بقى، هنا هنتكلم عن السي في، انترفيو، لينكد ان، كويستشنز، انجلش، مش عارف ايه، ساعدني اظبط الكلام وتصحح لي لو في تعبيرات او طريقه عرض مش مظبوطه، وهكذا. طيب ليه الحركه الصغيره دي بتفرق؟ لما تستخدم نفس الشات طول الوقت لنفس الغرض، الاي اي بيبقى فاهم مشروعك ايه، مستواك فين، ايه اللي شرحه لك قبل كده. انت نفسك تقدر ترجع للشرح القديم، تشوف تطورك، تكمل
وكمل من اخر نقطه مش من الصفر كل مره. كل ده من غير ما تدفع ولا جنيه، مجرد انك بس رتبت العلاقه بينك وبين الاداه. بس انك تقرر الشات ده للتعلم، الشات ده للكود، الشات ده للكارير، وتكتب اول رساله تعارف محترمه، ده لوحده بينقل الاي اي تول من عشوائيه لمنتور ليه هيستوري معاك وبيكمل من اخر ما وصلت. بدل ما تقعد 3 ساعات تايه بين 10 كورسات، تعالى نبني ساعه واحده في اليوم منظمه ومعاها منتور. اللي جاي ده روتين تقدر تطبقه زي ما هو، 30 ل 60 دقيقه يخلوك تحس انك بتتدرب مع مدرب مش بس بتتفرج على فيديو. تعال اقول لك الموضوع ده في 4 خطوات. الخطوه الاولى، قبل ما تبدا من 3 ل 5 دقائق قبل ما تفتح الكورس، افتح شات التعلم اللي جهزناه في الجزء اللي فات، اكتب له حاجه بالشكل ده: انا النهارده هذاكر شابتر عن مثلا الليستس في دارت، او ويدجتس في فلاتر، او اتش تي تي بي في الويب. عايز اطلع من اليوم ده وانا فاهم 1 2 3. ساعدني اركز على المهم، وفي الاخر اسالني شويه اسئله تتاكد اني فهمت. انت كده عملت حاجتين: ركزت دماغك انا رايح اتعلم ايه بالظبط، عرفت الاي اي هو كمان هيشتغل معاك على ايه خلال الساعه دي. تاني خطوه، اثناء الكورس او الفيديو ده من 20 ل 30 دقيقه انت بتتفرج عادي، كل ما تحس ان في كونسبت تقيل او حاسس انك فاهم نصه، وقف الفيديو دقيقه، روح للشات واكتب 3 حاجات. اول حاجه، الجمله او الفكره اللي اتقالت في الشرح، المحاضر قال كذا، وتقول له فهمك الحالي انا فهمت ان ده معناه كذا، وتقول له اللي عايزه منه ده صح ولا لا. لو لا، عدل لي الفهم ده بمثال بسيط. ممكن تزود طلب جاهز وتقول له لخص لي الجزء ده بقى في 3 ل 5 نقط، ومعاهم مثال صغير بالكود وتعليق بالعربي. ايه اللي بيحصل هنا؟ بتجبر نفسك تصيغ اللي فهمته بدل ما تسيبه سايح في دماغك. بتخلي الاي اي يصحح فهمك، يلخص لك الشرح، يدي لك مثال مناسب لمستواك. بدل نص ساعه سرحان بتاخد 5 ل 10 دقائق فهم حقيقي، والدنيا بتبقى زبادي في الخلاط. الخطوه الثالثه بقى، بعد ما تخلص من 10 ل 15 دقيقه خلصت الجزء اللي كنت ناوي عليه في الكورس او الفيديو، دلوقتي خليه بقى يلبس طاقية المدرب. اكتب له: اعتبر انك بتختبرني في الكلام اللي فوق ده، اديني 3 ل 5 اسئله منهم 2 ام سي كيو مثلا، و2 اسئله مفتوحه قصيره، خليني اجاوب الاول وبعدين صحح لي وقول لي الاجابه الصح. انت بقى تعمل الاتي: تحاول تجاوب بجد من دماغك انت، تبعت له الاجابات، تطلب منه يشرح لك ليه الاجابه دي صح او لا، يعيد صياغه اجابتك بشكل احسن لو محتاج طبعا. وممكن تزود لو حسيت ان في كونسبت انا تايه فيه من اجاباتي، اشرحه لي تاني في 4 ل 5 سطور زائد مثال. كده انت كل سيشن شرح مع تطبيق مع اختبار سريع وفيدباك زي منتور حقيقي، والدنيا تبقى زبادي في الخلاط. الخطوه الرابعه بقى، اربط اللي فات ده كله مع الديف نوتس بتاعتك، ودي 5 ل 10 دقائق. اخر خطوه دي بقى اللي بتحول كل ده لمخ خارجي بجد. افتح الديف نوتس اللي اتكلمنا عنها في فيديو 7 ادوات عمري ما استغنى عنهم، اللينك في وصف الفيديو. اعمل سيكشن صغير للموضوع اللي ذاكرته النهارده، انسخ من الشات افضل شرح مختصر، مثال كنت حسيت انه وضح لك الفكره، سؤاله واتنين من الكويز مع الاجابه. وخلي الاي اي يساعدك كمان، قول له رتب لي اللي فوق ده في نوته قصيره تحت عنوان الموضوع مع ملخص جلسه اليوم والتاريخ، بصيغه اقدر ارجع لها بعد اسبوع وافتكر بسرعه. انت كده يا باشا استفدت من الكورس، استخدمت الاي اي كمنتور، وسبت لنفسك اثر تقدر ترجع له بعد شهور، مش مجرد جلسه فهمت فيها شويه وصحيت تاني يوم ناسي كل حاجه. لو بس عملت جلسه 30 ل 60 دقيقه بالشكل ده كل يوم او حتى يوم عن يوم، هتبطل تذاكر عشوائي وهتحس ان عندك روتين تدريب مش مجرد مشاهده. والاي اي وقتها يبقى جزء من نظام تعلمك، مش تابه زياده مفتوحه في المتصفح وخلاص. نفس السؤال للاي اي تولز ممكن يخليك تتعلم وممكن يطلعك فايب كودر. الفرق في طريقه الطلب. انت مش داخل تقول له اديني الاجابه، انت داخل تقول له اديني طريقه افكر بيها. عشان كده خلينا نديك فورم ثابت تمشي عليها مع اي اي كمنتور، ودي هنقسمها ل4 خطوات. رقم 1، اشرح له الكونتكست، السياق، انا مين وواقف فين. اكبر غلطه انك تساله من غير ما تديه اي خلفيه عنك. مثلا قبل اي سؤال اكتب 3 سطور: انا مبرمج لسه ببدا او جونيور، شغال حاليا بفلاتر ولا ويب ولا باك اند، اختار مجالك بقى، واقف في كونسبت معين مثلا الفيوتشرز في دارت، او الستيت مانجمنت في فلاتر، او حتى الاي بي ايز في الويب مثلا. اللي بيحصل لما بتعمل كده بيعرف مستواك، بيظبط مستوى الشرح، ما يديكش حل ضخم وانت لسه بتفهم في الاساسيات. فخدها قاعده، كل ما الكلام كان اوضح الرد يبقى مناسب اكتر دي، وما تهلكش توكنز على الفاضي. رقم 2، قول له انت عايز ايه بالظبط، ما تسالوش سؤال عايم زي مثلا اشرح لي اكس. اكتب اللي انت عايزه بالظبط. عايز ايه من المنتور دلوقتي؟ تبسط الفكره، مثال عملي ولا مقارنه بين طريقتين ولا اسئله تراجع بيها نفسك. مثلا انا عايزك تبسط لي الفكره الاساسيه وبعدين تديني مثال صغير وبعدين سؤالين اجاوب عليهم اتاكد اني فهمت. كده انت حددت نوع المساعده والاوتبوت اللي عايزه، مش سايبه يتصرف زي ما هو عايز. رقم 3، حط قيود صغيره تخدمك. لو سبته مطلق هيرغي، انت اللي بتحط حدود اللعب. طول الشرح، عدد الامثله، اللغه اللي بيرد عليك بيها اساسا. مثلا اشرح لي في حدود 5 ل 7 سطور واديني مثال واحد بس، وحط تعليق بالعربي على السطور المهمه. او مثلا لو هتكتب كود خليه فانكشن واحده بس وما تكتبش بروجكت كامل. القيود دي بتحميك من ردود طويله تشتتك، كود زياده عن اللزوم ما بتفهموش، ولو بتستخدم اي اي تول بريميوم ما تستهلكش توكن على الفاضي. رقم 4، اعمل خطوه رجوع قبل الكود
اتناقش في الفكره. دي من اهم الحاجات اللي بتفرق ما بين واحد بيتعلم وواحد بيعمل كوبي بيست وخلاص. قبل ما يكتب كود او حل نهائي اطلب منه دايما قبل ما تديني الكود اشرح لي الفكره في كلمتين او 3 نقط مثلا، وبعد الشرح اسالني سؤال بسيط تتاكد اني فهمت، وبعد ما اجاوب ساعتها اديني الكود او الحل. انت كده بتقول له فسر لي واختبرني وبعدين اديني الكود، مش العكس. مثال: السؤال الغلط انك تقول له اشرح لي او بي، هو مش عارف انت مستواك ايه، فاهم ايه اصلا، محتاج ايه بالظبط، هيجاوب اجابه عامه غالبا هتتلخبط فيها ومش هي اللي عايزها. نفس السؤال بقى بشكل مظبوط: انا مبرمج مبتدئ، فاهم يعني ايه فاريبلز وفانكشنز كويس جدا، بس تايه في حته معينه في كونسبت ده في الاو بي، اشرح لي الفكره الاساسيه ليه كاني عندي 15 سنه في حدود 5 ل 7 سطور، وبعدين اديني مثال صغير بلغه دارت مع تعليقات بالعربي على السطور المهمه. قبل الكود اكتب لي 3 نقط بس: انا ليه ممكن احتاج او بي، وبعدين بعد الشرح اسالني سؤال بسيط تتاكد اني فهمت. شايف الفرق؟ انت هنا حددت مستواك، قلت له انت واقف فين بالظبط، حددت طريقه الشرح، طلبت تيست صغير في الاخر، نفس الاداه بس الاوتبوت مختلف تماما. كل ما طلبك من الاي اي بقى واضح منظم ومبني على انك تتعلم مش بس تاخد حل، كل ما الردود هتبقى اقرب لمستواك، والوقت اللي بتضيعه في لف ودوران هيقل، والافاده من كل سيشن هتبقى اعلى بكتير. لو كل علاقتك مع الاي اي في الكود اكتب لي المشروع ده، فانت كده مش بتتعلم، انت بس بتحل مشاكل مؤقته. لكن احنا عايزينه يساعدك تفهم، يعلمك طريقه التفكير، ويخفف عليك الديباج والريفيو من غير ما ياخد منك اهم حاجه، انك تبقى مهندس فاهم اللي بيحصل. يعني رقم واحد عايزينه يساعدك تديباج كمنتور مش سباك كود. اغلب الناس بتتعامل معاه بتقول له ده الكود وده الايرور حلهولي، فيقوم مديك نسخه شغاله بس انت كده ولا فهمت حاجه. الصح انك تبص للاي اي كمنتور هنا في الديباجنج. لما تقابل ايرور ابعت له بس الجزء المهم من الكود مش المشروع كله، اكتب له رساله فيها 3 حاجات: ده الجزء اللي فيه المشكله، ودي رساله الايرور، انا جربت 1 و2 و3 وفهم لحد دلوقتي المشكله ممكن تكون في كذا، عايزك زي الشاطر كده تشرح لي الايرور ده معناه ايه بالظبط، وتقول لي اخش ادور فين، وبعدين تقترح لي كام طريقه اجربهم بنفسي قبل ما تديني حل كامل. هنا انت بتطلب منه تفسير، طريقه تفكير، اوبشنز، مش كوبي بيست حل وخلاص. لو في الاخر ادالك الحل النهائي حلو، دلوقتي اشرح لي التغيير اللي عملته في نقط بسيطه عشان افهمه. رقم 2 عايزينه يعمل لك كود ريفيو بسيط كأن معاك سينيور، بدل ما تستنى السينيور في الشغل يراجع لك، خلي الاي اي يساعدك. الفكره ايه؟ ما تبعتش مشروع كامل، ابعت فانكشن قصيره، كلاس واحده صغيره، مثلا ده كود فانكشن عملتها بدارت بتعمل كذا، اعتبر نفسك سينيور وراجع لي الكود من النواحي دي بس. الريدابيلتي سهل يتقرا ولا لا، النيمينج كونفنشنز، الاستراكشر بتاع الكود، ما تكتبليش كود جديد كامل، بس حدد لي 3 حاجات ممكن تتحسن وليه تحسينهم مهم وايه الفرق اللي بيعمله. بعد ما يرد عليك بقى تمام اديني نسخه من نفس الفانكشن بعد التعديلات والتحسينات الجميله اللي انت قلتها، مع تعليق بسيط بالعربي على كل تعديل مهم. انت كده يا صديقي اتعلمت ازاي السينيور ممكن يبص للكود، واخدت نسخه محسنه تقدر تقارنها باللي انت كتبتها. رقم 3 لما يكتب كود جاهز حوله لفرصه تعلم. اوقات انا عارف انك هتحتاج تقول له فعلا اكتب لي مثال لاكس او اكتب لي حل اكس، مفيش مشكله، بس الغلط انك تاخد الكود تحطه في المشروع وتكمل عادي. استخدمه كفرصه تعلم. بعد ما يكتب الكود ما عنديش مشكله في ده، اطلب منه اشرح لي الكود ده خطوه خطوه في نقط بسيطه، وركز بقى يا سيدي على ليه اخترت الابروتش ده، وايه البديل الابسط اللي ممكن ابدا بيه لو لسه مبتدئ. وبعد الشرح طبعا اطلب منه تاسك تعدلها بنفسك، غير الكود ده بحيث يتعامل مع ايرور معين، او ياخد بارامتر زياده، او يطبع بقى لوجز معينه، بس المره دي اكتب لي المطلوب كتاسك وسيبني انا اعدل الكود، وبعدها ارجع لك بالكود تراجعه. طبعا بعد ما تظبطها ابعت له التعديل بتاعك وتقول له ده تعديل على الكود بناء على التاسك اللي انت قلتها لي، قيمه لي، ايه اللي حلو، ايه اللي ممكن يتحسن، وايه الغلطه اللي ما كنتش واخد بالي منها. كل مره تعمل كده انت اللي بتكتب وهو اللي بيصحح ويوجه زي ما سينيور حقيقي بيعمل، انت بتتعلم. لو استخدمت الاي اي في الكود بالطريقه دي، كل بج يساعدك في الديباجنج، كل فانكشن فرصه للكود ريفيو، كل كود جاهز تمرين تعدل فيه بنفسك، ساعتها مش هتبقى مجرد واحد بيعدي كود من تحت ايده من غير ما يفهمه، هتبقى واحد بيتطور مع كل مشكله ومعاه منتور مجاني بيشده لفوق مش بيعلمه الكسل. الاي اي ممكن يطورك جدا وممكن يبوظ مستقبلك جدا على حسب انت بتستخدمه ازاي. خلينا نرسم له خطين واضحين. اول خط تستخدمه في ايه؟ استخدم الاي اي كمنتور في الحاجات دي للفهم والتبسيط. اشرح لي مثلا الفكره دي كاني 15 سنه، مثال بسيط على فلو معين، للمراجعه على كونسبت تديله الكود او الفكره تساله شايف ايه اللي ممكن يتحسن، للتخطيط تساعده يرسم معاك خطه مذاكره، خطوات مشروع، تقسيمه فيتشر، ينظم لك دماغك ومذاكرتك، تاخد نتائج المحادثات الجميله دي تخليه يخلصها في نوتس، تو دو ليست او تشيك ليست. لو اداك حل او فكره تساله اديني 2 ل 3 ابروتشز ثانيه، تقارن اللي قاله بالدوكيومنتيشنز ومصادر ثانيه، تشوف
شوف ايه اللي منطقي وايه اللي مش داخل دماغك. الفكره تخليه يوسع فهمك، مش ياخد منك قرار جاهز وانت مغمض. تاني خط، ايه اللي ما ينفعش تعمله؟ في شويه خطوط حمراء اول ما تلاقي نفسك بتعديها تعرف انك ماشي غلط. غش صريح تستخدمه يحل امتحان مكانك او يحل لك اسئله انترفيو وتدخل تقولها زي ما هي، صدقني هتتقفش. تسلم شغل من غير ما تقراه، مشروع تخرج، تاسك انترفيو، فيتشر في شغل، فريلانس، تاخد اللي كتبه زي ما هو وتبعته وانت اصلا مش فاهمه. قرارات حساسه من غير ما تشيك بقى على السكيورتي، ممكن تخسرك فلوس. داتا حساسه او اي حاجه لو غلطت فيها هتجيب لك مشاكل كبيره. طبعا لو بتعتمد عليه اعتماد كلي، كل ما تتزنق بقى حل لي، اعمل لي، اكتب لي، فكر مكاني، لحد ما توصل لمرحله لو الاي اي قفل او ما عرفتش تتحمل تكاليفه انت كانك ما اتعلمتش اصلا. النقطه المهمه خصوصا بقى في 2026، الشركات متوقعه انك تستخدم الاي اي، بس كمان بقت عارفه تميز بسهوله بين اللي بيستخدمه كاداه واللي سايبه يفكر مكانه. اكيد الشخص اللي معتمد عليه زياده مش عارف يشرح الكود اللي كتبه، مش فاهم الاساسيات من غير برومبت يكتبه، بيتوتر اول ما يكون مفيش انترنت او التول مقفوله. ده بالظبط اللي مش عايزينك تبقى شبهه. لما تحط لنفسك حدود واضحه، ده ينفع استخدم فيه اي اي وده ما ينفعش اسيبه يمسك الدركسيون، هتضمن ان الاي اي يفضل اداه قويك مش عصايه تتعكز عليها وخلاص، واول ما تتشال تقع معاها. تعال بقى نحول كل الكلام ده ل5 خطوات واضحه تبدا بيهم من دلوقتي. رقم 1، اختار اداه واحده واعمل 3 محادثات ثابته زي ما قلنا تفاصيلها. رقم 2، عرف نفسك جوه كل شات. رقم 3، طبق اول ستادي سيشن النهارده ساعه واحده بس. رقم 4، اول باج تقابلك حلها بالطريقه الجديده اللي اتفقنا عليها. رقم 5، افتح الديف نوتس وابدا سجل وابني مخك الخارجي. واسمع مني، انت محتاج تعرف ازاي تستخدم البرمجه بالذكاء الاصطناعي الصح مش فايب كودينج، عشان كده بص على الفيديو ده بس يا سيدي. سلام.